هو اللي احنا بنسمعه يجي لي حد بيحفر وأثناء الحفر ألاقي عملة أو طينة أو شقفة أو مش عارف إيه أو شيء معين هنحكي فيه في الفيديو النهاردة، يقول لك المقبرة منهوبة. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ إيه الحقيقة وإيه فعلا الأشياء العلمية اللي بيعرفوا من خلالها المقبرة اتنهبت ولا لا بدون ما يفتحوها او ان هم يدخلوا غرفه، او مش محتاجين ان هم يخشوا غرفه الدفن حتى. فلو بتتابعني يا صديقي من على اليوتيوب او بتشوفني من على الفيسبوك، اشترك في القناه وتابع الصفحه وابعت الفيديو ده لاي حد بيحفر لعل وعسى يلحق نفسه قبل ما رجله تيجي في الخيه. وتعالى يلا نروح لنصبايا من ضمن النصبات في الاراضي الطينيه والرمليه، الا وهي المقبره منهوبه. قبل كده ناس كتير قوي سواء بتعلق او بتسأل او جربت الموضوع ده مع اشخاص معينين، سواء ما يطلق على نفسه علمي او روحاني او خلافه عموما، واللي هو تم استدراجه لعملية النصب ده بطريقة علمية شوية، واللي هو صديقي في الاول اقنعك انك عندك اثار، ان هو هيجي يحفر في كام يوم طلع لك الاثار دي. ولو حابب تعرف الطرق برضه والكلام ده ادخل على السلسلة من الأول خالص هتفهم الموضوع جه ازاي. فطبعا بعد ما بيستدرجك للحفر بيتم عمل ايه؟ طبعا المعظم بيعمل الحوار ده يبقى 90% معتمد على المعلومات العامة، واللي هو انت برضه مقتنع بيها، واللي هو شقف وتغيرات في التربة والكلام ده انت مقتنع ان دي آثار. فتيجي أثناء الحفر يا ابن عمي تقابل عروق سودة أو نقط سودة او عروق متداخله داخل التربه. اولا الكلام ده طبيعه ارض او تعفن تربه، فيجي يقول لك بص دي طينه مختلطه. يعني ايه حاج طينه مختلط؟ يعني حد حفر هنا قبل كده والمكان اتنهب، ويبدا يتعامل معاك ويبدا يتعامل عليك ان المكان خلاص اتنهب وما عادش ينفع احنا نشتغل وكده هنخسر مش هنلاقي حاجه. ده حاجه من ضمن الحاجات المنتشر قوي. قصه العمله في منها اللي بيلاقيها صدفه، وفي منهم اللي بيتعمد يجيبها لك ويحطها لك، وفي منهم اللي سمع وبيرد على الناس في التعليقات في الجروبات او الكلام ده مجرد ما الراجل يقول له انا حفرت لقيت عمله بطلميه او رومانيه، فالتاني يقول له المكان اتنهب. فيجي انت بتحفر سواء كان معاك حد او لوحدك، فالموضوع ده العمله برضه غير صحيح. وان العثمانيين كانوا بيسيبوا حضرتك لقيت عمله ايه؟ العثمانيين كانوا بيسيبوا ماشي البعض، مش عندنا برضه هنا في حضارات تانية. بس حضرتك معلش انت العملة اللي انت لقيتها قلت لي عليها في اول الفيديو كانت ايه؟ قلت لي يا بطلمي يا روماني. طب ايه دخل العثمانيين في القصة؟ لا ما عشان هو حافظ مش فاهم. الشيء التاني اللي هو دخل غرفة هو مش عارف هي غرفة ايه اصلا، لقى ممر تحت الغرفة ما لقاش فيها حاجة، الممر انتهى، هو حكم عليه لانه لقى بداخله عملة، فقال لك بس ده هنا كان المكان واتنهب. او ممكن منطقة سواء حديثا او قديما تم نقل فيها بعض الاحجار لاي غرض ما او لاي سبب ما، وجه نزل خلاك نزلت حفرت لقيت كام حجر فقال لك المكان اتنهب. الاشياء دي حقيقة كلها؟ لا مش حقيقة. طب ايه الدلائل العلمية اللي تقول لي المكان ده اتنهب؟ تعال وانا اقول لك. طب معلش بقى، هو ايه اللي كان بيتنهب؟ عموما العصور اللي كانت بتنهب، العصور القديمة اللي كانت بتنهب المقابر كان بتنهب الذهب، ما كانتش بتنهب لا حجر ولا خشب. رقم واحد ابو الصحاب تعرفها منين؟ من الردم الخارجي، فإن كنت فعلا في منطقة دفن الردم الداخلي. طب ايه تاني؟ السداد. طب ايه تاني؟ بير الدفن في انواع معينة في الاراضي بيبقى لازم يبقى مردوم، وفي نوع معين تاني لازم يبقى فارغ. فلو انا في الدفن او في الجبل رقم واحد البير عندي مردوم، ومردوم من نفس طبيعة الجبل فقط لا غير، مردوم مش معمول عجنات وانت بتكسر. ولو لقيت اي شيء مخالف داخل الموضوع ده من غير ما تشيل ولا اتعب ولا اوصل للغرفة تحت ولا اعمل اي حاجة نهائي خالص، انا عرفت ان المكان ده اتنهبه. لو دخلت غرفة ولقيت ان الردم مبعصر هو والاواني، سواء ظاهر فيه العظم او مش ظاهر فيه العظم او الكتان او ما شابه ذلك، اعرف ان الغرفه دي كانت هي دي الغرفه اللي كان فيها الدفن واتنهبت. لقيت حد فاتحها من مدخل اخر وسايب المدخل زي ما هو، فده خلاص شكرا. فيا ابو الصحاب قصه نهبان المقبره لا بيتعرف لا من الطين
ولا من العملة اللي بتلاقيها سواء بطلمية أو رومانية أو إسلامية، في ناس بتلاقي عملات إسلامية كتير، ولا بتعرفها غير من الأشياء اللي احنا ذكرناها دلوقتي، سواء من الخارج من الردم أو كسر عشوائي غير كسر المدخل، أو اختراق المقبرة من فوق وحظه نازل هوب دخل على طول. ده من الخارج. من الداخل الردم الداخلي، السدات والأبيار وقفلة الغرفة. وارجع اقول لك يا صديقي ان كل ده مخالف للقانون ويعاقب عليه قانون. لو عجبك الفيديو ما تنساش تبعته لكل اصحابك او تبعته للناس اللي بتحفر او ماشيه في الموضوع ده، لعل وعسى كلامي ينفعهم في يوم ما. انا احمد سفاري ودي صفحة زي الاشارات ما بتقول.